بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعنا دائما وأبدا في هذه الدنيا على طاعته ومحبته، وأن يجمعنا في الأخرى سرمدية أبدية في جناته ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، اللهم آمين. وصلنا غزوة بني النضير، ورأينا كيف أن سببها الرئيس هو خيانة اليهود للعهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقد نقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنهم حاولوا اغتياله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل من عليه وعلى المؤمنين بالنجاة. فالله تبارك وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فكف أيدي هؤلاء اليهود أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم وأن يقتلوا من معه من المؤمنين. ثم أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمة رضي الله عنه وأرضاه، وهو من سادات الأوس، والأوس كانت بينهم وبين بني النضير حلف. الحلف الذي كان في الجاهلية كان بينهم وبين الأوس وليس بينهم وبين الخزرج. فأمهلهم النبي صلى الله عليه وسلم 10 أيام، فإما أن يخرجوا من المدينة وإما أن يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. فرضوا بذلك وأخذوا يتهيئون للرحيل والخروج، وعلموا أن فعلتهم هذه التي فعلوها تقتضي إجلاؤهم من المدينة. فأخذوا يتهيئون، يبعث لهم عبد الله بن أبي بن سلول: اثبتوا وتمكنوا وتحصنوا، فإنا معكم، نقاتل معكم ونقاتل دونكم ولن يخرجوكم من المدينة. فبعثوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لن نبرح مكاننا فاصنع ما بدا لك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كبر وقال: هي الحرب. ثم استعد للخروج إلى بني النضير، هيأ الجيش وخرج إلى بني النضير، وحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم 15 ليلة. تحصنوا، أغلقوا حصونهم وتحصنوا، وظنوا أن تلك الحصون ستمنع النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حاصرهم 15 ليلة، ولما وجد أن الحصار لا يجدي معهم الماء والطعام داخل حصونهم، فلو حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم 2 أو 3 ما أثر ذلك فيهم. فعمد النبي صلى الله عليه وسلم إلى النخل، نخل بني النضير، لأنها هي ما تعلقهم بالدنيا، هي أموالهم، وهي التي علقتهم بتلك الأرض. عمد إليها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الصحابة أن يقطعوها، أن يقطعوا تلك النخيل وأن يحرقوها. فلما رأوا ذلك بأم أعينهم قالوا: يا أبا القاسم، كنت تنهى عن الفساد وتعيبه على من يصنعه، فما بال قطع النخل وحرقها؟ الآن تقطع النخل، الآن تحرق النخل. كنت تنهى عن الفساد، كنت تعيب على من يصنع الفساد، فلماذا تقطع النخل ولماذا تحرقها؟ فلما رأوا أنه لا مانع لهم من قطع تلك النخل وحرقها، جاء رعب بثه الله عز وجل في قلوبهم، وانهزموا من داخل أنفسهم، فوقعت الهزيمة
وبعثوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم علموا أنه لا ملجأ لهم إلا الخروج من المدينة، وأن عبد الله بن أبي بن سلول قد غدر بهم فلن يدخل معهم الحصن ولن يقاتل معهم، وعلموا أن إخوانهم من اليهود بني قريظة لن يساعدوهم في شيء، لن يغنوا عنهم شيئا، لن يدفعوا عنهم ضرا، ولن يجلبوا إليهم نفعا. حين ذاك بعثوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: نخرج يا محمد، نخرج من المدينة وأمن لنا الطريق، معناها اعطينا الأمان ونخرج من المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم الأمان، وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أؤمنكم على دمائكم، بمعنى لن أقتل منكم أحدا، أؤمنكم على دمائكم وما حملت الإبل، متاعكم ما حملت الإبل فقط، ما حملت الإبل إلا الحلقة وهي السلاح لا تأخذوه معكم، السلاح تبقوه، الدروع والسيوف تبقونها، أما غيرها فيمكنكم حملها على الإبل، لكن تأخذون معكم ما حملت الإبل. فماذا يفعلون؟ عمدوا إلى بيوتهم فخربوها، نقضوا سقفها، سقف بيوتهم، البيوت مبنية فنقضوا سقفها، وعمدوا إلى الحيطان، إلى جدرانها فهدموها، وعمدوا إلى عمودها فأسقطوها حتى لا ينتفع منها المؤمنون، لأن تلك البيوت سيرثها المؤمنون، حتى لا ينتفعوا منها هدموها بأيديهم وخربوها بأيديهم، وحملوا معهم من الأموال الشيء الكثير. سلام بن أبي الحقيق هذا وحده حمل جلد ثور مملوءا ذهبا وفضة، جلد ثور مملوء ذهب وفضة حمله سلام بن أبي الحقيق، وقال قولته المشهورة: هذا ما أعددناه لرفع الأرض وخفضها، أما النخل فيوجد منها في خيبر. النخل التي قطعتموها والأرض التي أخذتموها منا لا نأسف عليها، لكن الأموال هذه التي أعددناها لرفع الأرض وخفضها، وهي حالهم إلى اليوم. الأموال يغرون بها السياسيين، يغرون بها القادة، يغرون بها النساء، يغرون بها الرجال، يغرون بها أصحاب الأفكار، أصحاب المبادئ، من أجل إسقاطهم. هذه سياستهم إلى الآن، من ذلك الزمان، من ذلك العهد، بل من قبل ذلك، من بداية بني إسرائيل إلى اليوم. المال عندهم هو أساس كل شيء في هذه الحياة، يرفعون بها الأرض ويخفضونها، كما قال: هذا ما أعددناه لرفع الأرض وخفضها، أما النخل فيوجد منها في خيبر. فخرجوا من بني النضير يحملون أمتعتهم على 600 بعير، حتى الأخشاب التي يسقفون بها بيوتهم حملوها على الإبل، ما تركوها، حملوا ما يستطيعون، 600 من الإبل حملوا عليها أمتعتهم، وخرجوا. بعضهم نزل بخيبر، وجلهم ذهب إلى أدرعات الشام، ذهب إلى الشام. الذين من الأعيان الذين نزلوا بخيبر هذا سلام بن أبي الحقيق مع أمواله، حيي بن أخطب كذلك نزل بخيبر، كذلك ابن أخي سلام بن أبي الحقيق، ابن أخيه كنانة، هذا كذلك نزل بخيبر. هؤلاء الثلاثة لما نزلوا بخيبر دانت لهم خيبر لكثرة أموالهم، ولأنهم كانوا أسيادا في بلدهم، دانت لهم خيبر. الله عز وجل خلد هذه المشاهد وخلد هذه الغزوة، غزوة بني النضير، في القرآن الكريم في صورة سميت بصورة الحشر، المعروفة عندنا بصورة الحشر، وكان ابن عباس يسميها صورة بني النضير، لأن فيها الغزوة بكاملها بتفاصيلها من بدايتها إلى نهايتها، ونزلت فيها أحكام الفيء، وأثنى الله فيها على المهاجرين والأنصار ومن جاء بعدهم،
ثم فضح المشركين من المنافقين الذين كانوا بالمدينة، وفضح أمر اليهود، يهود بني النضير، وخبايا أنفسهم، وضرب لهم الله عز وجل المثل في هذه الصورة. بدأت بقول الله تبارك وتعالى: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. بمعنى لا شيء يغالب الله تبارك وتعالى، فقد سبح له الكون بأكمله، ما في السماوات والأرض، الجبال والدواب والأنعام والشجر والجماد، كلها السماوات والأرض وما فيهن سبحت لله تبارك وتعالى، أي نزهته عن كل صفات النقص، وأثبتت له صفات الكمال، فلا يغالبون أمره، كلهم خاضعون لأمر الله تبارك وتعالى، وهو العزيز الحكيم الذي لا يغالب سبحانه وتعالى، حكيم فيما يفعل سبحانه وتعالى. ثم بدأت حكاية وقصة بني النضير. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. أول الحشر أين يكون؟ بالشام، هذا أول الحشر، ثم يكون الحشر الثاني يوم القيامة. فأول الحشر في هذه الدنيا آخر علامات الساعة الكبرى، نار تحشر، نار تسوق الناس إلى محشرهم، هذا المحشر هو أرض الشام. فيهود بني النضير أخرجهم الله عز وجل من المدينة ولحقوا بأذرعات الشام، نزل بعضهم فقط في خيبر، وخيبر سيخرجون بعد ذلك، الذين نزلوا في خيبر سيخرجون بعد ذلك إلى الشام. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا. لماذا؟ لأن الأسباب المادية كلها كانت تحت أيديهم، الحصون، المال، السلاح، كله تحت أيديهم، حتى ظنوا أن لا أحد يستطيع إخراجهم من المدينة ولا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من الذي أخرجهم؟ هو الذي أخرج الذين كفروا. من؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي أخرجهم. فقط علينا أن ندين لله تبارك وتعالى، وأن نلتزم بشرعه، وأن نستقيم على أمره ونهيه سبحانه وتعالى. والله عز وجل هؤلاء الذين يطغون في هذه الأرض ويفسدون فيها ويقتلون المسلمين هو الذي يخرجهم سبحانه وتعالى. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، أتاهم من داخل أنفسهم، ما كانوا يظنون أن الهزيمة تأتيهم من أنفسهم، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نصرت بالرعب. هذا جندي من جنود الله، الرعب هذا جندي من جنود الله تبارك وتعالى، يقذفه في قلوب أعدائه فينهزمون. وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار. كل من كان ذا عقل يجب عليه أن يعتبر، المؤمنون يجب عليهم أن يعتبروا في ذلك الزمان وما بعده إلى قيام الساعة، أن يعتبروا بما جرى، أن يعلموا أن الأمر كله بيد الله تبارك وتعالى، فإن دانوا لله وإن نصروا الله عز وجل نصرهم الله، لن يغلبهم أحد، لأنهم مع الله تبارك وتعالى. ومن كان الله معه فمن عليه، ومن كان الله عليه فمن معه. لو اجتمعت الأرض بأكملها والله عليه لن ينفعه أحد، لن ينجيه من الله عز وجل أحد. فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء وهو الخروج من المدينة، أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم، أي أخرجهم. ولولا أن كتب عليهم في الأزل، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب النار. لعذبهم في الدنيا بالقتل، كما ستقتل بني قريظة، ستأتي معنا غزوة بني قريظة، قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم عن آخرهم، ما ترك منهم أحدا يستطيع القتال إلا قتله. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا بالقتل،
ولهم في الآخرة يقتلون في الدنيا ويعذبون في الآخرة بعذاب النار. لماذا؟ ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ثم تكلم القرآن بعدها مباشرة عن قطع النخل الذي عاب اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم قطعه. هل هو بأمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ باجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، بأمر الله. ما قطعتم من لينة، اللينة وهي النخلة تسمى لينة، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. ثم يتكلم الله عز وجل عن السياسة المالية للدولة الإسلامية بأن فيها تغيير. كان يتحدث قبل ذلك في غزوة بدر عندما قرأنا في سورة الأنفال، تحدث عن الغنائم، الآن سيتحدث عن الفيء. الفيء الفرق بينه وبين الغنائم أن الغنائم تأتي بالحرب، أن يدخل المسلمون في حرب فيغنمون، هذه تسمى غنائم الحرب. أما الفيء فيأتي من دون حرب، يأتي بالمصالحة، يأتي بالاستسلام من دون حرب، وأحكامهما تختلف. فتكلمنا عن الغنائم وبينا أحكامهما في غزوة بدر، بينا أحكام الغنائم في غزوة بدر. الفيء أحكامه قال الله عز وجل: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. معناها لم تقاتلوا ولم تركبوا خيلا ولم تركبوا إبلا ولم تقاتلوا من أجله. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. لماذا؟ كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، حتى لا يتداول المال في طبقة الأغنياء، فيكون في يد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الفيء يكون في يد النبي صلى الله عليه وسلم يضعه حيث شاء، يتصرف فيه كيف يشاء، بمعنى أن يغني به فقيرا، أن يصلح به طريقا، أن يبني به مسجدا، يتصرف به وفق المصلحة. فليس كالغنائم يقسمها في المقاتلين والخمس فقط لله ولرسوله يضعه حيث يشاء صلى الله عليه وسلم. لا، الفيء كله للدولة تضعه حيث تشاء، كله لرسول الله وهو يمثل رأس الدولة، يضعه حيث يشاء وفق المصلحة. فحتى لا يبقى هذا المال دولة بين الأغنياء فتتمايز الطبقات، معنى طبقة الأغنياء وطبقة الفقراء. ليس هذا المبدأ الموجود في الإسلام، رغم أن الطبقات لا يمكن القضاء عليها، لكن يمكن التقارب بين الطبقات حتى لا يكون هناك غنى فاحش وفقر مدقع، أناس لا يجدون ما يأكلون والآخرون يأكلون ويتمتعون بذخ وترف، بل أنهم يبذرون ويسرفون. لا، حتى لا يبقى هذا في المجتمع ولا يبقى المال دولة بين الأغنياء منكم، هذا المبدأ الذي يعمل به الإسلام. ثم تكلم الله عز وجل بعد ذلك عن المهاجرين، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هذا ثناء عليهم ومدح لهم. ثم أثنى بعد ذلك ومدح الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم أثنى على من جاء بعد الصحابة اللي هم التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين،
والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ثم كشف مؤامرة المنافقين مع اليهود. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا ولئن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار. هذا أمرهم، هذا شأنهم. فالأمر هؤلاء المنافقين لا يستطيعون نفع هؤلاء اليهود بشيء، وسماهم الله عز وجل إخوانا لهم. لماذا؟ إخوان لهم في الكفر، هؤلاء كفر وهؤلاء كفر والكفر كله ملة واحدة. ثم فضح هؤلاء اليهود، قال سبحانه وتعالى لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. قال قبلها لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. هؤلاء اليهود هذا أمرهم وهذا شأنهم. ضرب الله مثالا لهم في قريش الذين خرجوا إلى غزوة بدر، هزموا أم لم يهزموا؟ كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم، اللي هم قريش في غزوة بدر ذاقوا وبال أمرهم. ثم ضرب لهم مثلا ثانيا بين المنافقين واليهود كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك. من جعل هؤلاء اليهود يثبتون مكانهم؟ المنافقين، عبد الله بن أبي بن سلول. لكنهم لما ثبتوا قال إني بريء منكم. كمثل الشيطان، مثل هؤلاء وهؤلاء كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. فهذه الصورة جاءتنا بكل هذه المواقف وهذه الصور وتلك المشاهد التي رأيناها في غزوة بني النضير. ثم نجد أن الله تبارك وتعالى جعل في غزوة بني النضير شيئا ربما لا تتخيلونه، وهو تحريم الخمر. الخمر حرمت في غزوة بني النضير. أثناء غزوة بني النضير نزلت الآية التي تحرم الخمر، وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ وش قالوا الصحابة؟ قالوا قد انتهينا يا رب، انتهينا مباشرة بعد نزول هذه الآية. الخمر لم يحرم على الصحابة ولم يحرمه الإسلام من أول أمره، إذ كان عادة مستحكمة. الناس أدمنت شرب الخمر، أدمنت مجالس الخمر، وصعب أن ينزع ذلك الإدمان من قلوبهم من نفوسهم. الله عز وجل كان معهم بأسلوب التدرج، على عكس ما يتعلق بأمر الله عز وجل وتوحيده. التصور الإيماني الله تبارك وتعالى لم يكن في القرآن الكريم لم يكن فيه تردد، لم يكن فيه تدرج، كان مباشرة مفاصلة. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد إلى آخر السورة، لكم دينكم ولي دين. ما كانش مفاصلة تامة. لكن أمور العبادات،
أمور العادات المستحكمة في المجتمع، هذه الله تبارك وتعالى جعل فيها أسلوب التدرج. الخمر نزلت الآية الأولى في الخمر، معناها آية فيها إيحاء، ليس فيها أي شيء، فيها إيحاء فقط. قال الله عز وجل: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، بمعنى أن السكر ليس رزقا حسنا. الفاهم يفهم، بمعنى العاقل يفهم أن السكر ليس رزقا حسنا. هو الله عز وجل حلل ما هو حسن، وما كان خبيثا حرمه الله تبارك وتعالى، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. الخمر هل هو خبيث أم حسن؟ هل نقول بأن السكر حسن؟ الله تبارك وتعالى لم يقل بأنه حسن، بل فرق بينه وبين الحسن. تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، من الأعناب، من ثمرات النخيل. تمر النخيل كانوا يأخذون منه النبيذ، والنبيذ عندما يتخمر يصبح مسكرا، والأعناب يصنعون منها الخمر، فعندما تتخمر تصبح مسكرة. فالله عز وجل في البداية لم يحرمها، ثم جاءت أن سألوا عن الخمر، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر، فلم يحرمها الله عز وجل عليه. يسألونك عن الخمر والميسر، ماذا قال الله عز وجل في شأنها؟ قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. لكن هل حرمها؟ لم يحرمها لحد الساعة، فلا يزال الصحابة يشربونها ويصلون. لكنه شربها أحدهم يوما، شرب الخمر ودخل في الصلاة، فبدل أن يقرأ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، قال قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون. فأنزل الله عز وجل قوله يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فقط وقت الصلاة لا تقرب الخمر، لا تقرب الخمر وأنت سكران. وتنظرون إلى أوقات الصلوات ليست متباعدة، البعد يكون بين صلاة الصبح وصلاة الظهر، وبين صلاة العشاء وصلاة الفجر. أما ما سوى ذلك فالأوقات متقاربة، ومن سكر بين هذه الأوقات لا يصحو حتى تفوت الصلاة عن وقتها. وبالتالي طيلة النهار وقد ألفوا وأدمنوا الخمر وأدمنوا مجالس الخمر، طيلة النهار لا يشربون، لأنهم يستعدون للصلاة التي بعد الصلاة، فطيلة النهار لا يشربون. كأن الله تبارك وتعالى يكسر في أنفسهم إدمان الخمر، بمعنى الإنسان عندما يألف شيئا يدمن عليه هذا الإدمان، بمعنى أن تأخذ ذلك الشيء في وقته في مواعيده، فإذا تجاوزت موعده مرة ثم مرة ثم مرة ثم أخرى يحصل في النفس كسر لهذه العادة. فإذا استطعت أن تكسر تلك العادة استطعت التخلي عنها بعد ذلك. هكذا في رمضان الذي يستطيع أن يصوم دون أن يقرب هذا الدخان يستطيع أن يتخلى عن الدخان بعد رمضان، والعادة تكسر كما يقول علماء الاجتماع ب21 يوما، ورمضان 30 يوما. 30 يوما تكسر بها أي عادة يمكن أن تكسرها ب30 يوما، وهو صيام رمضان، وهكذا. ثم أنزل الله عز وجل في الأخير الآية التي حرمت الخمر، بعد أن كسر تلك العادة في نفوسهم فأصبحوا يمتنعون عن الخمر إلا ليلا، إلا في غير وقت الصلاة. جاءت الآية فهل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا مباشرة، فتحولت سكك المدينة إلى أودية من الخمر. ثم أيها الأحباب، كانت بعد هذا كله غزوة ذات الرقاع. غزوة ذات الرقاع كانت بعد غزوة بني النضير. ابن إسحاق يقول أنها كانت بعد غزوة بني النضير، وأقوال كتاب السير أغلبهم على أنها كانت بعد غزوة بني النضير. البخاري قال كانت بعد غزوة خيبر. ابن سعد
قال كانت متأخرة في السنة 5 من الهجرة، وبعضهم قال بأنها كانت بعد غزوة الحديبية، لكن القول الراجح في هذه المسألة والذي سار عليه أغلب كتاب السير كابن إسحاق وغيره قال بأنها كانت بعد غزوة بني النضير بشهر ونصف. شهر ونصف من غزوة بني النضير كانت غزوة ذات الرقاع. ذات الرقاع هذه الغزوة كان سببها قبائل نجد الذين كانوا يوقعون بالمسلمين، يوقعون بتجارتهم، يوقعون بسفراء النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هؤلاء الذين هذه القبائل التي كانت في نجد ما حدث في بئر معونة 70 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين خرجوا يدعون إلى الله تبارك وتعالى، هؤلاء قتلوا جميعا. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه الخبر بأن بني محارب وبني ثعلبة من غطفان هؤلاء يستعدون ويجمعون الحشود لغزو المدينة، لقتال الصحابة، لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. فقبل أن يبادروا بالخروج إلى المدينة بادرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج إليهم إلى ديارهم. فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في 400 جندي، وقيل 700 جندي. فلما نزل ديارهم فروا إلى الجبال وتركوا نساءهم وأطفالهم وأموالهم وإبلهم، تركوا كل شيء خلفهم وفروا إلى الجبال. النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد حربا وهرب أولئك، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم بديارهم وغنم أموالهم وساب امرأة منهم، امرأة واحدة هذه التي قبض عليها المسلمون، وسبوها ورجعوا بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم غزوته هذه حققت أهدافها وسميت بغزوة ذات الرقاع، كما جاء في البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري أنهم كانوا كل ستة من الرجال يعتقبون على جمل واحد وهم يسيرون إلى ديار بني محارب وبني ثعلبة. كل 6 يعتقبون على جمل واحد. قال فنقبت أقدامنا ونقبت قدمي حتى سقطت أظفاري، معناها من كثرة المشي. والمشي من جرب بيئة المدينة وخرج عن المدينة ورأى الحرة ورأى الحجارة الموجودة في الأرض يعلم بأن هذه المشي عليها صعب جدا، حتى أنها ناقبت أقدامهم، بمعنى ثقبت أقدامهم لقلة ذات اليد عندهم. لم تكن عندهم أحذية، حتى النعال ما كانت عندهم، كانوا يمشون حفاة رضي الله عنهم وأرضاهم ليبلغوا هذا الدين. فنقبت أقدامهم. قال ونقبت قدمي، يتكلم أبو موسى عن نفسه، حتى سقطت أظفار رجليه من كثرة المشي واصطدامها بالحجارة، كلها سقطت تلك الأظفار. قال فجعلنا على أقدامنا الرقاع وهي الرقع من الثياب، جعلوها على أقدامهم ليمشوا بها، فسميت تلك الغزوة بغزوة ذات الرقاع. غزوة ذات الرقاع هذه عندما فاز فيها المسلمون ورجعوا إلى ديارهم قافلين مع النبي صلى الله عليه وسلم، في طريق العودة حدثت بعض الأحداث، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في مكان كثير العضاه. معناها العضاه وهي الأشجار الشوكية هذه التي تأكل منها الإبل، مكان واد كثير العضاه. نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم وتفرق المسلمون تحت الأشجار يستظلون في وقت القيلولة. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وحده تحت شجرة وعلق سيفه في هذه الشجرة، فجاء مشرك اسمه غورث بن الحارث، والنبي صلى الله عليه وسلم نائم، فأخذ السيف وسله من غمده وجعله على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال يا محمد من يمنعك مني؟
النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ فوجد السيف على رقبته، فقال الله، فارتجف الرجل فسقط السيف من يده، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم السيف ووضعه على رقبة الرجل. قال: من يمنعك مني؟ قال: العفو يا محمد، العفو، الأمن، الأمان يا محمد، اعطني الأمان، العفو. عاهد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يقاتله وألا يكون في قوم يقاتلونه حتى يلقى الله، وفعل بذلك، وعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رجع إلى قومه وقال: لقد جئتكم من عند خير الناس. وهو بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يكلم الصحابة: هلموا. فاجتمع الصحابة ينظرون إلى الرجل وهو جالس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مطأطئا رأسه، والسيف في يد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أما هذا فقد أخذ السيف وقال: من يمنعك مني يا محمد؟ فقلت: الله. فسقط السيف من يده فأخذته فقلت: من يمنعك مني؟ فها هو ذا بين يدي يطلب الأمان. فالله عز وجل يعصمه من الناس، لن يسلط عليه أحد يقتله صلى الله عليه وسلم، سيصيبه ما يصيب جميع الناس من الأذى، وهذا طريق الأنبياء، يصيبهم الأذى، تصيبهم الجراحات، يصيبهم الغم، يصيبهم الهم، ما جرى له في الطائف صلى الله عليه وسلم وغيره كثير، ولكن لن يسلط عليه أحد فيقتله، كما لم يسلط عليه بنو النضير فيقتلونه ما استطاعوا قتله. يأتيه الخبر من السماء فيقول. هذا الرجل كان يقدر أن يأخذ السيف والنبي صلى الله عليه وسلم غافل نائم يضربه مباشرة ويقتله، لكن الله عز وجل لا يريد له ذلك. هذا تأخذه العزة بالإثم، بمعنى يرى بأنه متمكن، الآن السيف في يده ورسول الله صلى الله عليه وسلم نائم، وليس هناك من الصحابة من هو قريب، ولو استيقظ لن يفعل شيئا، يريد أن يشفي غيظه من النبي صلى الله عليه وسلم فيتركه حتى يستيقظ. من يمنعك مني يا محمد؟ الله عز وجل ينزل رعب في قلبه فيرتجف فيسقط السيف من يده. هذه حماية الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم. حدث أن الذي أخذ امرأته، قلنا أخذ امرأة واحدة في السبيل، هذا الرجل الذي أخذ امرأته عاهد الله لن يرجع حتى يصيب في المسلمين دما، فأتى إليهم وقد نزلوا بواد، والنبي صلى الله عليه وسلم نزلوا بهذا الواد بليلا، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم على رأس الوادي رجلان يحرسان الجيش، هما عباد بن بشر وعمار بن ياسر. عباد بن بشر وعمار بن ياسر تشاورا فيما بينهما أيهما يحرس أولا وأيهما يحرس آخرا. أول الليل اقتسما الليل نصفين، فاختار عباد بن بشر أن يحرس أولا، فنام بجانبه عمار بن ياسر، فإذا أكمل هذا مدة حراسته أيقظ صاحبه ليحرس بقية الليل، وهما يحرسان، الآخر عمار بن ياسر نائم وعباد بن بشر يحرس. قام يصلي ركعتين في جوف الليل، وهو يصلي إذ أتى هذا الرجل الذي سبيت امرأته، فرمى عباد بن بشر بسهم، وقع السهم في كتفه رضي الله عنه وأرضاه وهو يصلي، لم يقطع صلاته بل نزع السهم والدم يشخو، ما قطع صلاته، فزاده سهم آخر ثان وثالث. فلما رأى أن الرجل لن ينتهي عن رمي السهام حتى يقتله ركع وتشهد وسلم وأيقظ عمار بن ياسر. فلما رأى الدماء في عباد بن بشر قال له: هلا أيقظتني من أول سهم أصابك؟ قال: لقد كنت في سورة أقرأها كرهت أن أقطع صلاتي حتى أنفذها، فوالله لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بحفظ هذا الثغر
يعني يكونوا حفاظ لهذا الثغر، ما قطعتها حتى يقطع نفسي أو أتمها. معناها الشيء الذي حمله على قطع الصور والركوع والتشهد والسلام والخروج من الصلاة ليس هو الألم ولا السهام التي أصابته ولا الدم الذي يشخب، وإنما منعه من ذلك المسؤولية، أنه أحس من نفسه مسؤولا عن ذلك الثغر، بمعنى أنه لو مات ولم يستيقظ عمار بن ياسر ربما يكون جيشا مصبحهم فيهجم على المسلمين وهم نيام فيقتلهم جميعا. فترك الصلاة، معنى أكمل الصلاة بسرعة وأيقظ صاحبه. الرجل هرب فر وقد أصاب دما من المسلمين لكن لم يقتله، فرضي الله عز وجل عن عباد بن بشر ورضي الله عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين. كانت في هذه الغزوة كذلك تشريع صلاة الخوف، وكان حوار بديع لطيف مع جابر بن عبد الله في طريق العودة. هذا نتركه إن شاء الله تبارك وتعالى للأسبوع القادم بإذن الله تبارك وتعالى، فنكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المحبين للنبي صلى الله عليه وسلم. اللهم احشرنا معه يا رب العالمين. اللهم إنا نشهدك أننا نحب رسول الله ونحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم احشرنا معهم وألحقنا بهم وإن لم نعمل بعملهم يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.